أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي، بدعوكم لمشاهدة الفيديو ده وهو عبارة عن قصة. ولو أول مرة تتابعوني أتمنى أنكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا لكم. انت اتطلقتي ازاي؟ ده اللي في سنك لسه ما اتجوزتش، ربنا يعوض عليكي. جمل مكررة بتسمعها المطلقة، ما يعرفوش قد ايه بيسببوا ألم للواحدة اللي بيسمعوها الكلام ده، وان المطلقة ما بتطلقش كده بمزاجها، وان بيبقى فيه ظروف وفيه أسباب هي اللي بتأدي للطلاق، وخصوصا لو اتطلقت في سن صغيرة، في سن العشرين، قد ايه هي بتبقى تعبانة بعد كده. انا هحكي لكم قصتي مع الجواز وازاي وصلت للطلاق، وايه اللي الاسباب اللي ادت للطلاق. ومش لازم علشان حصل الطلاق يا جماعة ان الواحدة هي اللي تكون غلطانة، لا، ده هو فعلا بتكون استحالة العشرة بين الاتنين، فخلاص يا اما معاشرة بالمعروف يا اما فراق بالمعروف. لكن ما ينفعش ان الطرفين يعيشوا مع بعض وهم كارهين بعض. في الوقت ده بيبقى الطلاق يعني بيبقى احسن من العشرة بالعافية. انا شاذة 22 سنة، يعني لسه في مقتبل العمر، بشتغل مرشدة سياحية. وطبعا زي أي بنت كنت بفكر في فارس الأحلام اللي هياخدني على الحصان الأبيض. لكن فارس الأحلام اللي حبني كان ضابط شرطة، حبني وكان عايز يتجوزني. وطبعا العيلة بتاعته ما كانوش موافقين علشان الفروق اللي ما بيننا. وطبعا الفروق دي كانت الفروق المادية. وحاول مع عيلته وحاول ان هو يتفاهم معاهم، ووصلت مرة ان هو كان هينتحر، لكن عيلته برضو كانت رافضة علشان انا مستوايا اقل منه. لكن هو فضل يحاول معاهم لغاية ما في الاخر وافقوا على طلبه، وتم الزواج، وابتدينا حياتنا مع بعض. لكن برضه هما ما سابوناش في حالنا، وكانوا بينغصوا عيشتنا، وكانوا بيحاولوا ان هما ينكدوا علينا على طول. وطبعا بعد اسبوع ابتدت علامات الطلاق تظهر، وابتدى ان هو يرضخ لكلام عيلته، وابتدت المشاكل ما بيننا، وكانت بتوصل لدرجة الإهانة والشتيمة والضرب ومد إيده عليا. وفي الآخر طبعا وصل الأمر للطلاق. اتطلقت ورجعت وأنا بحمل لقب مطلقة، وبحمل طفلة عمرها ما يتعداش السنة. كل ده وأنا يدوبك عديت 20 سنة، مش أكتر من كده. أصبحت مطلقة، وأصبحت الناس كلها بتتكلم عني إن أنا مطلقة، مش مراعيين له ظروفي خالص. لكن أنا ما استسلمتش للظروف، ورجعت الشغل تاني كمرشدة سياحية، وابتديت إن أنا أستعيد حياتي السابقة، وابتديت أندمج في الحياة، وأكون علاقات، وأخرج واستمتع بحياتي وأربي بنتي. لكن سبحان الله ربنا حب إن هو يكافئني، والقدر كان بيخبيلي حاجة كويسة، وربنا عوضني بإنسان بيحبني. وإحنا دلوقتي متجوزين، ومتقبل فكرة إن أنا مطلقة، وإن أنا عندي طفلة وقابلني بطفلتي. والحمد لله ربنا كرمني وخلفت ولد، وعايش الولد والبنت مع بعض في سعادة، وأنا عايشة مع جوزي في سعادة الحمد لله. ربنا عوضني، والعوض كان جميل لأن أنا ما افتريتش على جوزي، الحمد لله. أنا كنت بعامله معاملة كويسة جدا، لكن هو اللي سمع كلام أهله.